هو بجد البيتزا بتتباع ب 299 جنيه في المطاعم. هننزل بكوبايتين لبن عليهم معلقه خميره. بعد كده سامحوني هنجيب معلقتين سكر، مش هينفع نستخدمكم عشان محتاجين سكر بجد. ايه يا ابني الرزاله اللي انت فيها دي؟ ونقلبهم كده حوالي مش اكتر ونسيبهم يختمروا 10 دقايق في مكان ما فيهوش صوت. وهنشتري طاسه نبيت نحط فيها 4 معالق زيت، عليهم معلقه توم مفروم و3 معالق بصل مفروم برضو، وننزل بشويه طماطم معاهم شويه فلفل على البصل بعد ما سيبناه 5 دقايق، وننزل بشويه كاتشب وشويه صلصه وشويه بابريكا وشويه زعتر، واهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا، ورشه سكر في الاخر والملح حسب الرغبه. وننزل على الخميره اللي عملناها في الاول بربع كوبايه زيت و5 كوبايات دقيق، وتفضل تعجن فيها لحد ما تتلم معاك بالشكل ده، وتكمل عجن بره لمده 10 دقايق. بعد كده تسيبها تتخمر لمده ساعه. بعد كده نجيب العجينه بعد ما خمرت بالشكل الحلو ده، ونفردها في الصينيه بالشكل ده، وننزل عليها بالصلصه اللي احنا عملناها. لو عايزين تضربوها في الكبه مفيش اي مشكله. وننزل عليها بشويه جبنه موتزاريلا، واخر حاجه شويه فلفل. وبس كده انت عملت ابسط واسهل طريقه للبيتزا ممكن تجربها في حياتك، صدقوني طعمها تحفه، لازم تجربوها.